اليوم جاي أنفذ قرار ترددت فيه كتير. قررت أزرع شعر. طبعا ترددت لأنه أغلب الناس اللي بشوفها زارعة بيكون مبين إنه مرسوم ومو ناجحة، فكنت أقول مستحيل أزرع. بس لما شفت إليت هير وشفت الزراعة عندهم انصدمت من نتائج عباقرة بزراعة الشعر. طبعا هون نفسي بلشت توسوس لي وتقلي لك شو بدك بزراعة الشعر مؤلمة كتير، خلينا نروح ذاتا على الكاميرا ما عم تبين. وهون بلشت استجيب لنفسي وفتحت الكاميرا لشوف شعري كيف عم يظهر على الكاميرا. بس تأكدت انه لا، ما لازم ارجع بقراري ولازم اعمل عملية. وهلأ رايحين نعمل فحوصات قبل العملية، وبتبلش الدكتورة تفحصك اذا كنت مأمل او لا. بلش الفريق الطبي يفحص طبقة فروة الرأس مشان العملية بتقنية متطورة. وهلأ ما ضل عنا ولا أملة. وانتقلنا لتخطيط القلب. أنا فكرتهم رح يشبوا فيني سيارة. وانتقلنا لتحليل الدم والدكتور يقول لي دير وشك. أنا أقول له لا، ما بخاف من الإبرة. وانتظرنا شوي لطلعت نتائج التحليل، وطلعنا عند الدكتور عبد العزيز مشان يرسم الخطة ويقيم النتائج. هيك تشجعت وأخيرا قررت تزرع. هي ما بدها شجاعة على فكرة، يعني الموضوع كتير بسيط. بعد ما تأكد الدكتور من التحاليل كلها سليمة، بلش يفحص شعري وانصدم من كمية الصلع الموجودة عندي وبلش يرسم الخطة. بعد ما فحص الدكتور المنطقة المانحة اكتشف إني ضعيفة مقارنة بالصلع الموجود، فقرر ياخد كمان من الدقن. وقال لي الدكتور أنت مو مبين عليك إنك حلبي، فلازم أثبت له إني أنا حلبي. وبلشت أدعي له أكتر دعوة مشهورة بحلب: الله يبيض بختك ويعلي تختك ويبعت لك الحزم من فوقك وتحتك، ويبعت لك عريس مطق ملبس اندورته الزقزق وطنجرة الطابي، ويقول له التاجر دق وللسير شق، ويقول قولك وتفتل حولك، ويقول لك احكي لاسمعك وامشي لاتبعك، ويكون مثل خاتم باصبعك، يخلي رايتك مرفوعه وكلمتك مسموعه، ويقول لك ميلي انا مسندك. منين بدها تلاقي هذا الرجال؟ هدول الرجال انقرضوا، هدول موجودين كانوا بحلب القديمة بس هلا انقرضوا. هاي اللهجة الحلبية الأم، يعني زمانك حلبية صعب تفهمي هذا المثل ذاته. ربتني نانتي. ايوه اللي هي. وهلا بعد ما خلص الدكتور رسم الخطة، بلش يشرح للدكاترة تنفيذ الخطة في العملية. وهيك بيكون خلصنا مع الدكتور عبد العزيز. وهلا رايحين لأصعب مرحلة بالنسبة لي، هي الحلاقة على الصفر. طلع منظر مثل الهربانين من السجون. وهلأ بعد ما نحلق على الصفر مباشرة رح نروح للعملية. بعدها خدروني بتقنية الدب سليب وأنا كنت نايم. فقت بنص العملية، كانوا تقريبا رح يخلصوا. وتاني نهار جينا لنفك الضمادات وبلشنا نعقم مكان العملية. طبعا العملية ما كان فيها أي وجع بسبب التقنيات المتطورة عندهم. ما حسيت بأي ألم. لأي شخص حابب إنه يحصل على استشارة أو معاينة مجانية، فيك تدخل على الرابط الموجود بالبايو ورح يتم الرد عليك بسرعة. إليت هير عندهم أكثر من فرع حول العالم: فرع بسوريا، وفرع بتركيا، وفرع بدبي.